يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار ابيض، يا لهوي يا لهوي. ايه يا ماما، في ايه؟ كنت سامعك عماله تقولي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. تصدق يا واد ان انا لسه عارفه ان المدارس بعد اسبوعين؟ ايه بجد يا ماما؟ يا رب ده انا ملحقتش اكمل لعب، يا ربي انا كنت عاوز اكمل لعب في الشارع. ولا كمان احنا يا ماما ما جبناش ولا لبس ولا كتب ولا اي حاجه للمدرسه. دي المشكله يا واد، زمان كل المقاسات خلصت، مش هنلاقيلك حاجه انت واخوك. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ احنا محتاجين ناخد فلوس من بابا، حوالي كده 3000 جنيه. 3000 جنيه؟ انا ازاي هقول له 3000 جنيه؟ ده انا مره قلت له روح هات لنا علبه تونه عشان نتغدى، قلبه كان هيجيله الضغط والقلب والسكر. يا ماما انا النهارده لقيته صاحي رايق فرحان ومبسوط، فممكن تقولي له يعني يا ماما يمكن يعني يوافق. ماشي يا ابني، هجرب يا رب يوافق. بس انا العو امباير فيار جاي اكلكم نفر نفر. الخير يا وليه، عامله ايه؟ النهارده يبقى عليك كده يوم حلو. صباح الخير، صباح الخير عليك. فعلا النهارده يوم جميل، علشان كده كنت عاوزه اقول لك موضوع صغنون خالص مش هياخد من وقتك دقايق. اتفضلي، ده انا حلال المشاكل. يكش بس يوافق في الاخر، بلا حلال مشاكل بلا حلال مش عارفه ايه. ايه يا ستي بتوسوسي بنفسك، بتقولي ايه؟ عاوزه ايه؟ خلصيني. كنت بقولك بس المدارس كده على وصول وتبقي عليها اسبوعين. طب ماشي، انا علاقتي ايه بالمدارس بقى؟ انا عارفه ان المدارس على وصول، المفروض عيالك هم اللي يذاكروا مش انا اللي هذاكر يعني. انت مش فاكر حاجه تاني بتيجي مع المذاكره في المدارس؟ لا مش فاكر. اوعى يكون اللي في بالي. هو اللي في بالك يا اخويا. ايه رايك؟ طب موافق ولا ايه؟ طمني ابوس ايدك يا اخي. ايه عاوزين فلوس. اخ، عاوزه فلوس عشان العيال يفرحوا بس. خلاص ماشي انا موافق، قولي لي عاوزه كام اضطر اضحي. عاوزه 3. 3 جنيه؟ ده انا اديكي بزيادة كمان، ده انا هديكي 5 جنيه. ده انت ست فعلا موفرة وناصحة. 3 جنيه ايه يا بابا؟ انا عاوزه 3000 جنيه. الحقوني، انجدوني يا بوليس يا شواش. خلاص مش مهم، طالما عمل كده باخد الفلوس من محفظته. هروح اجيب حاجات درس للعيال اخيرا. صح، اما اتصل على صاحبتي فوزيه تلاقيها جابت الحاجات، اسالها صاحبتي فوزيه ايه؟ اما انا اسمي فوزيه، ايه الهبل ده؟ صاحبتي قصدي فتحيه، يمكن تكون جابت حاجات المدارس، واسالها الاسعار قد ايه. بس كده الاسعار خفيفه شويه. الو يا فتحيه يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ الو يا حبيبتي، الحمد لله بخير، وانتي ايه اخبارك؟ وحشاني. اقول لك ايه يا حبيبتي، انا سمعت ان انت رحتي جبتي حاجات المدارس، ما تعرفيش الاسعار قد ايه؟ انا عارفه ان انت عندك 2. ايوه يا حبيبتي، انا جبت من عند ارخص محل في البلد، اسعاره بصراحه تحفه والخامه رهيبه، هبقى اقول لك عليه. انا جبت الشنطه للاتنين في حدود 600 جنيه كده، 600 جنيه 800 جنيه مش فاكره بالظبط. ولبس المدارس كله للعيال هما الاتنين جاب 1500 في الحدود دي، غير الادوات. قولي الادوات مثلا 500 جنيه تاني. بصي من الاخر صرفت حوالي 3500 جنيه 3000 كده يعني في الحدود دي، عشان هما 2 بس. وانتي برضه جبتي الحاجات ولا ايه؟ لا والله يا حبيبتي، ما كنتش ناقصه النهارده، بس انتي صدمتيني بالاسعار. خلاص ماشي يا حبيبتي، سلام دلوقتي، سلام. يا لهوي ايه الاسعار دي يا ناس؟ دي اسعار نار، وتقولي عند ارخص محل في البلد. يا لهوي هنعمل ايه دلوقتي؟ انا خايفه اقول له على فلوس تاني يا مامي، انا خايفه قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ اما اروح انا بس كده من غير العيال واسال، يا رب بس الاقي حاجه عدله. يا ماما الاخبار، بابا قال لك ايه؟ ايوه يا ابني، وافق بالعافيه. يلا دلوقتي بسرعه نروح نجيب حاجات المدارس انا وانت، ونخلي اخوك دلوقتي قاعد في البيت لغايه ما نشتري الحاجات. ترى الست دي جابت ايه؟ ترى عرفت تجيب حاجه ب 3000 جنيه؟ ده انا سمعت ان السنه دي الاسعار نار. يا ترى جابت ايه يا ترى؟
الحقنا يا بابا. ايه ده انت جيت؟ وريني جبت ايه حاجات المدارس. مدارس ايه يا بابا؟ روح الحق ماما الناس بره ماسكينها بيقطعوها. ايه يا ابني كده بس؟ قلت للراجل اللي بيبيع كل حاجات المدارس هو محل واحد في كل الحاجات. يا ابني المهم انجز اللي حصل لامك. قالت له ان هي معاها 3000 جنيه. راح قعد يضحك ويكركع هو وزمايله. راحت ماما اتعصبت راحت مدياله بالقلم على وشه وهو دلوقتي بيجري وراها هو وصبيانه. الحق ماما يا بابا الحق ماما. 3000 جنيه يا واد راحت فين؟ اتسرقت يا بابا ما تبقاش منها غير 1500 جنيه واللي عرفنا نجيبه هو بس تيشيرت وبنطلون ليا انا واخويا. حتى ما جبناش سويت شيرت. اعيش بقى بالسنه اللي فاتت وخلاص. لهوي عوضي عليك يا رب. ال 3000 جنيه راحوا عليا. يعني ايه يا بابا هما كده خلاص؟ يا حبيبي مامتك كده بقى خلاص ربنا يتولاها. ولاها مين يا راجل؟ ده انا براويه ومحدش يقدر عليا. خدي. كده يا ماما هو بابا راح فين؟ بقول لك راح فين؟ خلاص مش عاوز اعرف ليه راح يجيب حاجات المدارس. ايوه كده انت تبقى حبيبي. يا ابني انت يا زفت الطين. يا بابا انت جبت حاجات المدارس؟ تقول حاجه؟ ابدا ده انا اللي غلطان. اتفضلي 10000 جنيه جيب اللي انت عاوزاه. وكده ما يعملوها لنسوانها. ما كان من الاول يا اخويا لازم تتضرب عشان تعرف يعني ان الفلوس مش هتكفي.